تصريح رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد قال في كلامه أن أتوقع أو حتى تكتمل القصة الجميلة أو ما شبه ذلك أن والله إذا العراق فاز بالبطولة. الآن في شغلة جدا مهمة، هل رئيس الاتحاد الخليجي باعتباره رئيس إذن هو مسؤول عن التحكيم، مسؤول عن التنظيم، مسؤول عن المباراة، مسؤول عن كل شيء، صح؟ هل رئيس الاتحاد الخليجي الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد وجه حكم المباراة أنه يكون مع العراق ضد عمان؟ هل أنتم لمستم أن في تحامل من التحكيم على المنتخب العماني في المباراة؟ أبدا. والدليل أن المنتخب العماني لعب مباراة قوية ومثيرة وجميلة، بل أن الجميع رفع القبعة والعقال حق المنتخب العماني، وحصلوا على ضربتين جزاء وبلنتين للمنتخب العماني. أحسنت، في 10 دقائق قبل. نعم، في 10 دقائق. إذن يا أخوان، بس على أساس أن احنا ما ننجر رئيس الاتحاد الخليجي، لما احنا كنا في عمان والله العظيم نسهر يوميا للمنتخب العماني، ما حد عاتبنا. ومثل ما عشنا الكرم في العراق ترى عشنا في عمان، ما ننكر، وللعلم ما ننكر أبدا، بالعكس. ولما الجمهور العماني وقف معانا، أنا أتذكر تماما في كاس آسيا قمت وقفت قلت يا أبناء قابوس ألف شكر، تبون أجيكم اليوم أحبكم على راسكم، أشكركم على وقفتكم معانا في كاس آسيا، أنا حاضر. أكيد اللي راح يوقف مع بلادي بحطه فوق راسي، ما في نقاش. لكل من يستذكر ويذكرنا احنا وقفنا معاكم، بيض الله وجهك، انا اجيك لمكانك ابوسك على خشمك، شكرا انك وقفت معي، الله يجزيك خير، الله يرحم والديك، الف شكر وتقدير. مش انا، كل من يستذكر ان والله الجمهور العماني وقف مع منتخب قطر في كاس اسيا في الامارات نقول لك الف شكر. بالعكس، كنت وما زلت وراح نبقى نذكر هاي الشيء. بس الان اللي يقول ان المجلس كان ضد عمان، حشا واعوذ بالله. اللي يقول أن المجلس تصرف ضد عمان، طلعوا لي فيديو، لأن أنا قاعد أدور الآن وأعمل سيرش. الآن تدرون من رئيس تحرير المجلس في كاس الخليج اللي كنا في البصرة؟ رئيس تحرير برنامج المجلس شخص عماني الجنسية، أحد مراسلين قناة الكاس عماني الجنسية، أحد معلقين قناة الكاس عماني الجنسية. أنتم في ظنكم بيرضون على بلادهم؟ أنتم في ظنكم بيرضون عشان خاطر كم فلس؟ والله ما يرضون، بل مدافعين ومحبين وعاشقين ومخلصين لوطنهم. الاتحاد العراقي اليوم نزل بيان ينتقد فيه تصرف الجمهور، ونحن نعتذر حق عمان وكل حاجة. فأنا يا جماعة الخير ليش قاعد أقول لكم هذا الكلام؟ ترى للعلم الآن الكلام اللي قاعد أقوله مش تبرير، وإنما توضيح. لأن متى ما لمسنا كإعلام أن هناك من يحاول دس السم العسل بالسم أو السم بالعسل، فلازم إحنا نطلع ونوضح ونبين. ممكن خالد بعض الجماهير العمانية، لا بس بعض الجماهير. أنا شوف شو أقول أبو محمد، أنا قلت البعض، وحتى هذا البعض من حقك أنك تعاتب، لأن أنا أعتبر نفسي أن هذه قناة ترى بعد حق أهل عمان أو عمانية، أبدا إحنا معاكم، ولا حتى أني أنا زعلان على اللي قاعد يعاتبنا من الجمهور العماني أبدا. بالعكس، أنا يهمني رضاكم، ويهمني أن أنتم تعرفون أن هذه القناة قناتكم، كما هي قناة للسعودية وهي الإمارات وهي العمان، هي العراق، هي القطر، أيضا قناتكم. احنا أخذنا عهد على نفسنا، عتب محبة. احنا بالعكس احنا معاكم، لكن يلي زعلان علينا أو اللي عتبان، إذا جاتك الصورة بشكل خاطئ فهذه الصورة بشكل واضح نحاول نقدر المستطاع نوضح لكم إياها مع كل الاحترام والتقدير، ونمتن كثيرا للي شجعونا في كأس آسيا. شكرا لكل مشجع، وشكرا لكل رجل، وشكرا لكل امرأة في سلطنة عمان شجعونا في كأس آسيا. ولكن كل اللي أتمناه أن يا جماعة الخير أن تفهمون الوضع لما يصير في مشاحنات بين شعب وشعب، هناك من يحاول أن يدخل في النص ويزيدها يولعها ويكبرها. فإحنا بس بنحط النقاط على الحروف. اليوم رئيس الاتحاد العماني يستقبل
يستقبل السفير العراقي في العراق الأستاذ سعد قيس العامري اليوم. يعني ايش معناتها؟ معناتها اللي يحاول انه يضرب يا جماعه ترى ما بيننا شيء. واذا يعني انا بفسرها بطريقتي، واذا انتم زعلانين يا اهل عمان على موضوع الجمهور فجاكم بيان رسمي. 2 السفير العراقي اليوم اتجه الى اتحاد القدم وبما معناه شوفوا الصوره ترى احنا جينا حق اخواننا وتعذرنا منهم وسامحونا ومسحونا في وجهنا وكل شيء.